اهلا بيكم في الحلقه الثانيه من برنامج جامعتك في تركيا، واللي هنتكلم فيه النهارده عن ازاي تختار التخصص الجامعي بتاعك وايه هي المستندات المطلوبه وازاي تجهزها. انا ساره العرابي وده برنامج جامعتك في تركيا. اختيار التخصص الجامعي شيء مهم جدا، وعلى اساسه تقدر تتابع باقي الاختيارات سواء من بلد الدراسه او الجامعه او الاوراق المطلوبه للتقديم. فهنبدا بازاي تختار التخصص الجامعي المناسب ليك. الخطوه الاولى بتشوف ايه هي اهتماماتك ونقاط قوتك، يعني انت بتحب تعمل ايه وبتكون مميز فيه وبتحس انك متميز في الحاجه دي، ومش لازم تكون فعلا جربتها، ولكن مجرد ما تتخيل نفسك في الحاجه دي فبتحس فعلا ان هي دي الحاجه اللي انت نفسك توصل لها في المستقبل. والخطوه الثانيه، وبمجرد ما تكون عرفت ايه هي اهتماماتك هتقدر وقتها انك تبحث في التخصصات المختلفه اللي ليها علاقه باهتماماتك، وايه هي الخيارات المتاحه ليك وفرص العمل بعد التخرج. لان في النهايه لازم تربط اهتماماتك وطموحاتك بشيء واقعي وليه مستقبل في سوق العمل. ولو لسه مش قادر تحدد اهتماماتك والتخصص بتاعك هقولك على بعض الامور اللي هتساعدك في كده. اولا، تقدر تتكلم مع المدرسين في مدرستك او في جامعتك او غيرهم من المهنيين اللي ممكن تكون بتعرفهم في اي مجال معين وبتثق في ارائهم. وكمان تقدر تزور بعض الجامعات اللي قريبه منك وتتكلم مع بعض الطلاب اللي موجودين هناك او الاساتذه الجامعيين، تحديدا لو في مجالات معينه وحابب تعرف عنها اكتر. واخيرا، تقدر تحصل على استشاره تعليميه مجانيه من خلال شركه الملتقى، وبتقدر من خلالها تتكلم مع مستشار تعليمي متخصص هيقدر يساعدك عشان توصل لافضل تخصص دراسي بناء على اهتماماتك. وكمان افضل الجامعات التركيه في المجال ده مع مراعاه قدرتك الماليه عشان تقدر تسافر معانا وتدرس بدون اي قلق وانت مطمن ان شاء الله. اما عن المستندات المطلوبه للتقديم في الجامعات التركيه، خلوني في البدايه اقسم لكم الجامعات التركيه لجامعات حكوميه وجامعات خاصه. خلونا نبدا بالجامعات الحكوميه واللي هنحتاج فيها الاتي: جواز سفر مترجم للغه التركيه، ثاني حاجه شهاده الثانويه العامه او ما يعادلها موثقه من الخارجيه في بلدك ومترجمه للغه التركيه، وموثقه اما في القنصليه التركيه في بلدك او في تركيا. ولو هتدرس ماستر او دكتوراه فكمان هتحتاج اخر شهاده مؤهل دراسي حصلت عليه. ثالث حاجه صوره خلفيه بيضاء. في بعض الاوراق الاضافيه اللي بتزود فرصه قبولك وبتكون مطلوبه في بعض الجامعات الحكوميه زي الخطاب التحفيزي والسيره الذاتيه وشهاده اللغه الانجليزيه لو هتدرس باللغه الانجليزيه، وشهاده اليوس وده للتخصصات الطبيه، وبعض المتطلبات الاخرى زي اختبار السات وامتحان ايلتس وبعض الامتحانات الدوليه زي الجي ار اي وزي الجي ام اي تي وغيرها من الاوراق على حسب كل تخصص وكل جامعه. وما تقلقوش، هنشرح كل ورقه فيهم فيما بعد بالتفصيل الممل، وكمان احنا بنساعدك في عمل كل حاجه كطالب من طلاب الملتقى. اما عن الجامعات الخاصه فالموضوع بيكون بسيط جدا، هتحتاج فقط ترجمه جواز السفر واخر مؤهل دراسي حصلت عليه. وحاليا بعد ما عرفنا الاوراق المطلوبه للتقديم، خلونا نتكلم اكتر عن كيفيه تجهيز الاوراق بشكل صحيح. مبدئيا وبالذات لو بتقدم على الجامعات الحكوميه فلازم تراعي بعض الامور لان بسببها طلاب كتير بتكون مؤهله للتقديم ولكن بتترفض بسببها. اولا، لازم تراجع كل ورقه بدقه وبتأني وتفهم كويس متطلبات التقديم على الجامعه وكل الاوراق اللي الجامعه محتاجاها منك عشان ما تعملش ورق اقل او ورق اكتر. وبعد ما تعمل كل ده لازم تتاكد ان الاوراق حديثه وواضحه سواء من الكتابه او من الاختام، وحاول تخلي حد متخصص يراجعهم معاك مره ثانيه بحيث ان كل حاجه تكون مظبوطه. ولو الجامعه طالبه منك سيره ذاتيه او خطاب تحفيزي فتحاول تعملهم بشكل صحيح عشان ده بيكون عليه عامل كبير جدا في قبولك. واخيرا بعض النصائح العامه والمهمه جدا، وهي ابدا قدم بدري وخصوصا في التخصصات اللي عليها اقبال كتير، وده عشان تلحق مقعد دراسي فيها وما تضطرش انك تدرس في جامعه انت مش عايزها. ولو هتقدم على جامعات حكوميه فلازم تكون متابع الجامعات دايما وتعرف مواعيد فتح التقديم على كل جامعه وموعد انتهاء التقديم، لان الجامعات الحكوميه بتختلف مواعيد التقديم عليها، وممكن الجامعه الواحده تفتح التقديم اكتر من مره في نفس العام الدراسي. ومهم جدا انك تكون صبور وما تستسلمش خصوصا عند التقديم في الجامعات الحكوميه، يعني لو اترفضت من جامعه قدم على غيرها وهكذا. وعاوز افكرك انك تقدر تقدم من خلال شركتنا على الجامعات الحكوميه والجامعات الخاصه بطريقه احترافيه. كل اللي عليك انك تتواصل معانا ونحدد لك ميعاد مع المستشار التعليمي او زورنا في اقرب فرع ليك. شكرا للمشاهده واتمنى ان انا اكون افدتكم، ولو في اي استفسارات او مواضيع حابين ان احنا نتكلم عنها في الفيديوهات الجايه سيبها في الكومنتات، وانتظرونا الحلقه الجايه هتكون مهمه جدا وهنتكلم فيها عن اجراءات ما بعد التقديم والقبول الجامعي لتثبيتك في الجامعه والى الحصول على التاشيره الدراسيه سواء في الجامعات الحكوميه او الخاصه. اشوفكم الفيديو الجاي.